ألقى السجين قطعة لحم. اقترب الفأر متتبعا الرائحة، وقفز بسعادة يحمل اللحم لزنزانة مجاورة. عاد الفأر بورقة صغيرة ملفوفة، وعندما قرأها انتفض قلبه، إذ كانت من المعلم الذي فقده منذ سنوات. وهكذا اعتمد الاثنان على الفأر المطيع، ووضعا خطة للهروب. بعد ذلك مزق السجين قطعة قماش ولف حبلا طويلا، ثم ربطها بإحكام في مكان يمر به الحارس. التقط حجرا ورماه نحو المشعل البعيد، فسقط على الأرض. سمع الحارس وأسرع دون أن يدرك أنه قد وقع في الفخ. فجأة شد السجين الحبل، فانزلقت قدم الحارس وسقط أرضا. لحسن الحظ قطع الحبل عن قدمه بسيفه فورا، ونهض غاضبا وأمسك بعلبة البنزين وسكبها داخل الزنزانة، ثم أشعل النيران. وفي تلك اللحظة امتدت يد من زاوية مظلمة وجذبت الحارس للداخل. استغل السجين الموقف، أخذ المفاتيح وفتح القفل، وما إن فتح باب الزنزانة حمل معلمه وركض خارجا.